القريب ايضا. في مقولة هنا: الحزب الوطني يصنع آلام الناس والإخوان يتاجرون. مش أنا اللي كاتب السؤال ده. ماليش دعوة. قول تاني بقى. الحزب الوطني يصنع آلام الناس والإخوان يتاجرون بآلام الناس. ما رأي حضرتك في هذه المقولة، علما بأن الوطني والإخوان هم الجاهزون لدخول الانتخابات؟ أنت بتقول أنت مش أنت. أنا السؤال جاي لي كده. بس أنا مش يعني يعني الموضوع حساس شوية، موضوع عائلي. لا هو مش موضوع حساس. لا هو مش موضوع حساسية يعني. أولا الحزب الوطني خلصنا منه خلاص. تمام. مش موجود. انما هناك اتهام انه الاخوان المسلمون يتاجرون بمصالح الناس. نعم. هل ده صحيح ولا غير صحيح؟ هل الاحزاب بتتاجر ايضا ام لا تتاجر؟ ويعني ايه التجاره بمصالح الناس؟ وبعدين اذا كنت شايف كده ما تصوت لهمش. تمام. ما ديمقراطيه اهي. أيوة. انت شايف ده ما تصوت لهمش، بس روح وخلاص. 17 مليون اوت اوف حاجه 40 برضه. طب معالي الامين العام، الشعب يطالب باسقاط تفاعل، لا بتفاعل مباشر. هل تسمح لنا بتفاعل مباشر مع حضرتك؟ يعني طبعا ده ابدع شيء. فعلا. لابد رئيس الجمهوريه يتحدث مع الشعب اسبوعيا. وطبعا لا عايزين تفاعل دلوقتي. عايزين هي دي شيء جديد. ما رئيس الولايات المتحده بيعمل كده، ورئيس فرنسا بيعمل كده، ورؤساء كثيرون بيعملوا كده. كل اسبوع يتحدث الى الشعب ويسمع اسئله ويجاوب. دي حاجات. طب ممكن حضرتك تستمع لبعض الاسئله المباشره؟ طبعا بكل سرور. المايك فين يا جماعه؟ المايك الوايرلس. اتفضل. مين؟ نبتدي من الاخر للاول. نعم. امال الاسئله دي كانت ايه؟ ما انا بقول لحضرتك في ناس داخله بسؤالين وداخله بتاعت جمعيه. نعم. نعم يا فندم. ما هو احنا ما قدرناش نقول كل الاسئله، حاولنا علي اسكت بقى. حاضر. انا نضرتي فين؟ مش عارف مين اللي بيتكلم. ندى. لو سمحت معلش عندي 3 اسئله. اول واحده، موقف حضرتك ايه من كامب ديفيد؟ تاني حاجه، حضرتك هتعمل لنا ايه for the disabled persons اللي موجودين في مصر؟ disabled persons. yes especially ان في كمان percentage بتاعتهم زادت قوي بعد الديمونستريشنز اللي كانت شغاله والكلام ده كله. واخر حاجه معلش سوري، الفيرست ليدي هيبقى هتدينا ايه لمصر؟ يس. وهي وكمان يعني how do I express it، يعني كل first lady بتيجي she drops off الفيرست lady اللي قبلها. برضو اسمعي، نبدأ من تحت. النظام اللي كان ماشي خلص، انتهى. ما بقاش زي ما ضروري يكون في فيرست ليدي وفي حاكم مفرد والوزراء بيروحوا والجرايد كل ده مش هيحصل. خدوا بالكم خدوا بالكم يا فندم. الايه؟ طب نسمع يا جماعه بس سؤال بعد اذنكم، بعد اذنكم خلينا منظمين شويه بليز من فضلكم نسمع. خلينا نسمع سؤال من فضلك. هندي حضرتك بس هي بتقول ايه عشان تزوير. المادة لا تفنى. طيب اوكي اتفضلي استريحي بقى عشان اولا ما تنزعجيش من حكايه الفيرست ليدي ومش الفيرست ليدي. ده كان صوره كانت غريبه جدا انها ترأس وزراء والحاجات دي. كان ايه تحت حكم شمولي، حكم الديمقراطي. هيسقط الوزير تاني يوم لو حصل ده.
وما يمكنش ان هيمشي في نظام ديمقراطي رئيس منتخب له 4 سنين بس عايز ينجح في الانتخابات التاليه عشان يكمل ال8 سنين. لو عمل كده ما حدش انتوا نفسكم مش هتصوتوا له. فالوضع اختلف تماما، ما بقاش زي زمان، لا الرئيس زي الرئيس ولا الفيرست ليدي زي الفيرست ليدي، هكذا ما ارى. واعتقد انه هو ده، لانه الدنيا اتغيرت وفي ايدك الصوت بتاعك، وانك تروحي ميدان التحرير وانك تروحي تصوتي ضده وتكتبي في الجرايد ضده وهكذا. خلاص ده خلص. ادي سؤال. بالنسبه للديسيبلد، موقف الديسيبلد ده موضوع مهم جدا، وانا عندي بنتي مهتمه قوي بالموضوعات دي وتشتغل في هذا المجال، واهتمامها بيه بينتقل الينا كلنا من يعني السؤال والمعرفه. يا ريت نصل الى ما في امريكا الديسيبل دول يعني بيبقى لهم نظام خاص. احنا مع الاسف المجتمع بتاعنا، ولو ان عندنا ميزه اخرى هي ميزه المعامله الانسانيه والتعاطف، انما ما فيش القدره لا الماليه ولا العلميه على ازاي نقدمهم ونعملهم. ده مفروض في النواحي التنميه الاجتماعيه يكون له دوره ويكون له اساس في العمل السياسي بتاع البلد، مش بس الرئيس، المجتمع يجب هو يعالج هذا الامر. موضوع الديسيبلد، الطبقات الاكثر تخلفا او لا، دي لابد المجتمع يكون المجتمع المدني اللي هو هيكون جزء من الديمقراطيه وجزء من العمل المجتمعي العمل الاجتماعي. دي مسائل يجب انها تتم. كام ديفيد ده خلص. احنا دلوقتي في معاهده مصريه اسرائيليه، لا يوجد. العراق مهتم جدا. لا حاجه. وفي سؤال من سوريا بالمناسبه، في سؤال من سوريا بعدها. سؤال من سوريا؟ نعم. يعني انت عندك جهوزيه غريبه جدا. نهنئك عليها. هذه امور تم حسمها، وقلت في مجال السياسه الخارجيه لمصر من النهارده وطالع او بعد 25 انه الموقف من القضيه الفلسطينيه والنزاع العربي الاسرائيلي تحكمه المبادره العربيه اللي صدرت سنه 2002 ومتمسكين بها ولن نغير. الشيء بالشيء، الالتزام بالالتزام، ومستعدين ان احنا ننهي هذه العمليه ونبدا عهد سلام اذا انتوا عملتوا الالتزامات اللي عليكم، واحنا مستعدين للقيام بالالتزامات بتاعتنا. انما كام ديفيد خلاص ده وثيقه قديمه تاسست عليها المعاهده المصريه الاسرائيليه، وهي معاهده قائمه وموجوده، والمجلس العسكري اكد استمراريتها والالتزام بها. الالتزام بها يعني ايه؟ ده هي اخرى. هذه المعاهده فيها التزامات على الطرفين، والطرفين يجب ان يحترموها بدقه شديده، مش احنا بس، الطرفين بقول. وبالتالي احنا لا يجب ان نثير على انفسنا كل شيء عايزين نفتحه ونذيعه ونقول طب هتعمل ايه في دي وهتعمل ايه في ده. احنا نريد بناء مصر او اعاده بناء مصر، واعاده بناء مصر تعني ان احنا لا نريد ان ندخل في صدامات وحروب لا لزوم لها، وان نخلق المشاكل خلقا عشان ان احنا يعني نبقى كده يعني فخورين. الفخر هياتي من تقدم مصر واستعاده قيادتها، انما هذا لا يعني ابدا اننا نقبل بالسياسه الاسرائيليه القائمه. هذه سياسه خرقاء وسياسه ستؤدي الى الكثير من الاضطراب في المنطقه. عليهم ان ياخذوا في الاعتبار الجو الجديد في العالم العربي، الجو الجديد في الشرق الاوسط، والا يستمر هذا التعنت غير المسبوق ازاء الفلسطينيين. لما اقلبها بقى اقول للفلسطينيين انتوا كمان يجب تروحوا تتصالحوا وتقعدوا مع بعض، مش انها تنقسموا وكانها دوله كبيره فيها انقسام. ده انتوا عباره عن مجموعه لا عملتوا دوله ولا لسه شكلتوا شيء، انتوا عندكم ثوره وعندكم قضيه لا يصح الانقسام حولها. فاحنا طلبنا الفلسطينيين، وانا بطالبهم وطالبتهم بالصلح، وفي مبادره عملها ابو مازن الرئيس السلطه الفلسطينيه انه عايز يزور غزه، وهي مبادره جيده جدا وهنأته عليها اليوم. قلت له انه احنا ده يجب ان تتم دون شروط ودون توقف عند التفصيلات. دي مسألة اساسية رئيسية، والمصالحة الفلسطينية هتعطي لهم كارت في وقت عزت عليهم الكروت كلها.
احنا في هذا الاطار ارجو ان نرسم سياستنا. اتفضلي. السيد عمرو موسى، ثانية واحدة. أشكر حضرتك ومع احترامي الشديد لحضرتك، أنا إنسان مصري بسيط جدا. أطلب من حضرتك توضيح فكرة صغيرة جدا. ماذا في برنامج سيادتكم تقديمه إلى المواطن المصري البسيط جدا، الإنسان الفقير؟ تمام تمام. شكرا. شكرا. احنا عايزين يا جماعه فعلا الاسئله تبقى مختصره كده عشان نسيب فرصه كويسه نحن لمعالي الامين العام للرد. اتفضل. احيي هذا السؤال مختصر يعني. تمام. ميكروفون في ميكروفون واحد. حاضر. ما نسال 3 4 اتفضل. نسال ناخد كذا سؤال. اتفضل. في سؤال هنا من الجيل الجديد. اتفضلي. اولا مساء الخير يا فندم، وكنت عايزه بس اقول كذا حاجه، فلو تسمح لي ممكن. انا هنا. ده دعم جاي لنا من مدرسه اوازيس عشان يساعدونا في التنظيم. اوكي. فممكن اقول اكتر من نقطه ولا؟ بسرعه. اوكي. اول نقطه، في سؤال عندي عايزه اساله لحضرتك. هل تعتبر نفسك الرئيس الذي يحقق جوهر الثوره، خاصه ان من بداها وضع رؤيتها الاساسيه من الشباب، وكيف؟ جوهر الثوره مش كده؟ ايوه. تمام. يعني ان يحقق جوهر الثوره، جوهر الثوره خاصه ان من بداها وضع رؤيتها الاساسيه من الشباب، وكيف؟ تمام. اللي بعده. اقول اللي بسرعه بعده. بسرعه. حضرتك هو انا اللي كنت بعت السؤال بتاع المقوله اللي هي الحزب الوطني هو اللي كان بيصنع الام الناس، وان الاخوان هم اللي بيتاجروا بالام الناس. حضرتك يعني اللي احنا بنسمعه، يعني انا ممكن ما اكونش مستواي الفكري او السياسي يخليني اقدر اكون فكره لوحدي، بس اللي انا بسمعه في الشارع ان دول بس كتلتين اللي جاهزين يخشوا مجلس الشعب، ومجلس الشعب هو اللي هيشكل الدستور بتاع بلدي. فلو الناس دي هي اللي بتلعب بالشعب المصري، هم اللي هيخشوا مجلس الشعب، هل هم فعلا هم اللي هيقدروا يشكلوا الدستور بتاع بلدي؟ وبالذات ان انا حاليا ما اقدرش اعرف انتخبهم، انا لسه قدامي 2 سنين على ما اقدر اشوفهم. فانا اكيد احب ان انا اشوف دستور ناس متشكلين وانا عارفه ان هم ما بيلعبوش. فكنت عايزه وجهه نظر حضرتك يعني سياسيه في الموضوع ده. ومعلش عايزه اطلب من حضرتك طلب، يعني ممكن الناس تضحك عليا فيه. احنا اتصورنا مع حضرتك والصوره طلعت مش مظبوطه، فممكن نتصور مع حضرتك تاني. ده دعم اللوجستي اللي جاي لنا من مدرسه اوازيس. اوكي اوكي كمان. اتفضلي. اتفضلي. القصه تكمن في ان احنا بنسعى لدوله مؤسسات، فحضرتك يعني العلاقات التعاقديه اللي بتتم بين فئات المجتمع، يصبح الفلاح مع كمزارع وصاحب العمل من خلال مؤسسات تعاقديه، يبقى في علاقه بيني وبينه تحاسبه كل فئات المجتمع، سباك، كهربائي، خادم، ميكانيكي. اكتفينا من العلاقات الفرديه اللي بتؤدي الى الفصال والجدال. احنا عايزين مؤسسه تصنف الناس بفئاتها وامكانياتها وقدراتها على التعامل، وازاي يبقى في اجور وفقا لبي سكيل محدد، اقدر اعرف ده صنفه ايه، ياخد كام، ويبقى في جهه اخرى رقابيه اقدر اشتكي فيها على كافه المستويات، بدءا من العمال الصغيرين الى الوزراء. شكرا. باي سكيل دي انجليزي يا رندا صح؟ جدول الاجور. في سؤال هنا لو سمحت. اتفضل.